السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون دايما بخير. وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة يا رب العالمين. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو النهاردة سهل وبسيط وجميل جدا لأحلى بنوتات. لو بتتعلمي معايا ارسمي بطريقة بسيطة، ما بجريش الفيديو، برسم معاكي بخطوة بخطوة. عايزة تتعلمي ومش عارفة أو مش عايزة تتعلمي بالحنة، تعملي طريقة تانية غير الحنة تعملي بيها، عشان لو عرفتي تمسحيها وترجعي تجربي تاني، تعلمي مرة واتنين وتلاتة ما تزهقيش. لو انت حابة الموضوع ارسمي معايا ما تزهقيش، ارسمي خطوة بخطوة. عرفتي ترسمي المرة ديت، ما عرفتيش برضو ايه ارسمي المرة اللي بعدها. كل مرة جربي مرة واعملي طريقة تانية برضو، مش من لازم الحنة. جربي الأول بطريقة تانية. هقولك مثلا يعني اعملي مثلا اعجني شوية كاكاو عادي اللي احنا بنشربه ده العادي. هاتي معلقة أو معلقتين كاكاو، اعجنيهم بمية دافية بسيط، يعني حطي نقط مية بسيطة لحد ما يبقى مثلا زي قوام الزبادي كده أو حاجة، ما يبقاش سائل قوي. اعملي قرطاس حنة فاضي، مش هتعرفي. هاتي كيس شيبسي، اقطعي منه مثلا زي مربع كده ولفيه قرطاس والزقيه، وحطي فيه الكاكاو اللي انت عجنتيه والزقي حلو القرطاس، وجربي على ايديكي. لو اتلخبطتي امسحي بمنديل. جربي تاني كذا مرة، وانا بعمل لك رسومات سهلة وبسيطة مش تقيلة ولا حاجة. كل ما يكون الرسمة خفيفة تبقى جميلة على الايد ومديها منظر جميل جدا. جربي ما تزهقيش. مش عندك كاكاو ومش عارفة تعملي ايه، هاتي قلم وكراسة. ارسمي برضو، شوفي الرسومات اللي عندي، في رسومات اسهل من كده بكتير. هاتي كراسة وقلم وارسمي معايا برضو خطوة بخطوة. في مرة ومرة هتعرفي وتبقي شاطرة جدا. هو مشروع حلو وكويس، وابتدي وما تزهقيش. ويا رب يكون رسوماتي كلها بتعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اسيبكم مع الفيديو، يلا بينا.